كعادته يصر نظام العسكر الحاكم في الجزائر على مواصلة مسلسل استفزاز المغرب والتحرش به بكل السبل المتاحة من خلال اللعب بورقة البوليساريو التي يراهن عليها مرة أخرى من أجل إحباط معنويات المنتخب الوطني للناشئين الذين سيلعبون الجمعة المقبلة النهائية كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. وستنظم مقابلة ودية ستجمع بين فريق مولودي الجزائر ومنتخب البوليساريو والانفصالي أو منتخب جنوب الجزائر يوم السبت المقبل، وهي المقابلة التي تندرج بحسب حكام الجارة الشرقية في إطار الاحتفال بذكرى 50 لتأسيس جبهة البوليساريو الانفصالية. هذا وفي ذات السياق قام أنصار نادي مولودي العاصمة الجزائرية برفض لاعب فريقهم لمباراة مع منتخب البوليساريو الانفصالي. وقامت الجماهير المذكورة بنشر لافتات على ملعب نيلسون مانديلا تطالب بعدم لعب هذه المباراة. شاهد كيف كان استقبال المنتخب البوليساريو الانفصالي. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. نحن سعداء بمشاهدتكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، وهذه الأبرز عنوانها. نود أن نطلب منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا للاطلاع على كل جديد. والآن إليكم التفاصيل. في سابقة هي الأولى من نوعها، منتخب الصحراء الغربية بتعداد شبابي مكتمل ينزل ضيفا على الجزائر استعدادا لمواجهة ودية مع فريق مولودية العاصمة، وكلهم حماس لمقابلة الجمهور الجزائري. تجربة شيقة إن شاء الله تكون ناجحة، يغمرها الود إن شاء الله، الود بين خاصة بين الشعبين الصحراوي والجزائري واللاعبين. أنا مناسبة فرح سرور يعني واطمئنان، لأن جينا الحمد لله بمثلنا أرض الجزائر يعني لتبليغ رسالة يعني هذا النضال. مباراة يريد القائمون من وراء تنظيمها إعطاء بعد رياضي لقضية الصحراء الغربية بعد نضال سياسي إعلامي ومسلح يهدف إلى التعريف أكثر بالقضية. اليوم هذا الشكل من أشكال التضامن والتآزر من خلال الرياضة، فريق الصحراوي اللي يجتمع من أماكن تواجد الصحراويين ليجري مقابلة إن شاء الله يوم 20 ماي، الذكرى 50 لتأسيس جبهة الشعبية واندلاع الثورة الكفاح المسلح. هي البداية من تنظيم مباراة مولودية الجزائر السبت القادم، على أمل أن تكون مباريات أخرى لمنتخب جبهة البوليساريو الذي سيعلن رسميا على تأسيسه يوم الخميس في ندوة صحفية لسفير جبهة البوليساريو لدى الجزائر. وبهذا ينتهي نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة. مع السلامة.